ده كان بيعمل حاجه غريبه جدا، كان بيتلقى اجر من الاتحاد ويقدم خدمات واستشارات قانونيه للنقابات العامه واللجان النقابيه وتقاضى منهم اجر، يعني بياخد الاجر مزدوج. والعديد من المخالفات العربيه اكثر من 400,000 جنيه اللي تم شرائها لحسين مجاور اللي كان عنده عربيتين، الشركه اللي عملوها باستثمارات ضخمه جدا وما نعرفش الاموال بتاعتها راحت فين. الملف متخم الحقيقه. يعني مؤتمر عمال مصر بيوجه رساله هذا المؤتمر، هذه الرساله احنا بنوجه رساله للراي العام وبنوجه رساله للعمال بنقول الفلوس التي تستقطع من العمال اجباريا يتم احضارها في اوجه متعدده للفساد، وان هذا النداء اللي بنوجهه للراي العام بنوجهه ايضا للبرلمان وهنتقدم ببلاغ للنائب العام. طيب يعني الخطوه القادمه ايه؟ بلاغ للنائب العام ثم تقديم هذا التقرير لعدد من الساده اعضاء مجلس الشعب للتقدم بطلب احاطه. بالنسبه لوقت مؤتمر عمال مصر مؤتمر عمال يعني عايز اتكلم عنه. مؤتمر عمال مصر الديمقراطي هيمثله 7 في مؤتمر العمل الدولي في جنيف، وهيسافر باذن الله يوم 5 وهيمكث في جنيف لمده من 4 ل5 ايام، وهيقيم هناك ندوه حوالين وضع الحريات المدنيه في مصر مدعو ليها مدير منظمه العمل الدوليه السابق واللاحق. المنظمه بقى لها مدير جديد من امبارح. يعني في اي حاجه تضيفها في الحوار ان احنا بنكشف زيف الكلام اللي كان بيقوله اتحاد العمال حوالين ان هو بيرفض الانضمام للاتحاد الدولي للنقابات، وكشفنا بالمستندات ان هو قدم وان الاتحاد الدولي للنقابات هو اللي رفضه وقال له انك انت اتحاد غير ديمقراطي وغير مستقل ولا تنطبق عليك شروط العضويه. بعتوا له $15,000 اشتراك وسابوهم مرميين عنده لمده 4 سنين ثم رجعها لهم تاني الاتحاد الدولي للنقابات. شكرا. استاذ كمال، هل هناك توحيد للجهود ما بين دار الخدمات النقابيه وما بين الاتحاد المصري للنقابات المستقله؟ طبعا، وهنبقى في توحيد للجهود وهنعمل عمل مشترك في جنيف ان شاء الله. الف شكر.